السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم عليكم. النهاردة عملت القطايف. عايزة اقولك لو انتي القطايف ما بتطلعش معاكي مظبوطة، ان شاء الله بعد الفيديو ده هتطلع معاكي مظبوطة. ولو حبيتي تعمليها طرية انا هقولك تعملي ايه، ولو حبيتي برضو تعمليها تطلع معاكي ناشفة، في ناس بتحبها طرية وفي ناس بتحبها ناشفة، هقولك برضو تعملي ايه وان شاء الله هتطلع معاكي مظبوطة 100%. تعالي معايا نشوف الطريقة، سهلة جدا وبصي لونها جميل جدا. اول حاجة معايا هنا كوباية وربع من السكر، عليهم كوباية مية، احطهم على النار لمدة ربع ساعة. بعد كده احط عصرة نص ليمونة، وبعد كده احط نقطتين او 3 فانيليا او كيس فانيليا. معايا هنا المكسرات، معلقتين جوز هند وزبيب وسوداني. المكسرات حسب الرغبة، وحطيت على المكسرات دي معلقتين من السكر علشان القطايف تبقى طعمها مسكر من جوه. معايا هنا نص كيلو من القطايف الصغيرة. قلبت المكسرات معايا كويس، وحطيت حشيت القطايف بتاعتي وقفلتها كويس زي كده. بعد كده بعد ما قفلتها لازم تقفليها كويس عشان ما تتفتحش معاكي وانتي بتقليها في الزيت. ومعايا هنا الشربات بتاع القطايف جاهز. الشربات ده ما بتقلبيهوش ولا اي حاجه، بتسيبيه على النار لحد ما يغلي، وبعد كده بتحطي عصره الليمونه والفانيليا. معايا هنا الزيت، احط بقى القطايف، برص القطايف وبسيبها لحد ما القطايف تاخد اللون الذهبي. بحط كده شويه، وطبعا الزيت عادي مش لازم، يعني ما تحطيش القطايف والزيت ساخن، حطي القطايف عادي والزيت بارد او الزيت متوسط الحراره. بصي القطايف شكلها جميل جدا ولونها ذهبي وحلوه قوي. طلعتها على منديل عشان ما تبقاش فيها زيت، ما تسيبهاش كتير على المنديل، على طول حطيها في الشربات. بسيب القطايف في الشربات لحد ما احط الحطه التانية علشان ما تبقاش معايا ناشفه. في ناس كتير بتحبها طريه، انا بحبها طريه مش بحبها ناشفه. بتسيبي بقى القطايف في الشربات لحد ما تحطي الحطه التانية، وقبل ما تشيلي الحطه التانية من الزيت هتشيلي بقى القطايف من الشربات علشان القطايف بتبقى معاكي ناشفه. وبعمل الكميه كلها بالطريقه دي، وبكده تكون خلصت معايا. بعد كده صفيتها، بتصفيها على مصفى. لو عايزاها طريه خالص بتغطي عليها بعد ما تخلصي. لو عايزاها وسط يعني ما تبقاش طريه قوي، انا بحبها طريه خالص. سيبيها بقى كده هتبقى معاكي برضو مظبوطه. لو حباها طريه غطي عليها. رب تكون عجبتكم، ما تنسونيش في اللايك.